ليه بقابل الحب بالكره والإحسان بالإساءة، خاصة مع أقرب الناس ليا؟ ده سؤال كتير جدا جدا بيتردد في أذهان الناس وبنسأل فيه كتير. هوضح الموضوع في مقولة مهمة جدا جدا للغاية. في أي تعامل في الدنيا، سواء مع أشخاص أو أشياء، بيكون المحرك الأساسي اتجاهين: إما لنفسك، وده بيكون شهوة ويؤدي إلى ألم نفسي عميق، أو لله، وده بيكون ذو قيمة حقيقية ويؤدي إلى نعيم وراحة نفسية. الفكرة كلها في الاتنين هي مسألة النية. أهم حاجة النية، نيتك في أي عمل تعمله، أيا كان العمل. لو انت حتى شايفه شيء بسيط، أيا كان نيتك وانت ماسك القلم بتكتب، نيتك ايه؟ نيتك ايه وانت بتتعامل مع الشخص اللي امامك؟ نيتك ايه؟ نيتك ايه وانت بتتعامل مع زوجتك؟ نيتك ايه وانت بتتعامل مع اولادك؟ نيتك ايه وانت بتتعاملي مع جوزك؟ نيتك ايه وانت بتحبيه ليه؟ العلاقة الكويسة اللي انت بتديهاله ليه؟ اي حاجة مع الشخص او الشيء ليه؟ اوضح لكم المقولة دي بمثال. زوجة بتعامل مع زوجها، دايما بتتعامل معاه كويس جدا، بتتعامل معاه كويس عشان هو كويس، لكن اول ما يقلب عليها تلاقيها هي كمان قلبت عليه الدنيا كلها، وجابت بقى الماضي والجديد والقديم وكل حاجة. انتوا طبعا عارفين، مش محتاجين ايه مش محتاجين توضيح في الموضوع ده. هتقلب عليه يعني هيخليه يندم اليوم اللي هو قلب عليها. هي كده بتعامل مين؟ هل هي كده بتعامل ربنا ولا بتتعامل مع جوزها؟ هي كده بتتعامل مع جوزها، ما بتتعاملش مع ربنا، ما بتتعاملش ربنا في جوزها. لان هي لو بتتعامل ربنا في جوزها مش هيفرق معاها، مش هيفرق معاها هو جاب لي ما جابليش، هو قال لي ما قاليش، هو عمل لي ما عملنيش، مش هيفرق معاها. مش هتكون منتظرة منه اي مقابل. يعني انا لما اقول له كلمة حلوة، مش هكون منتظرة ان هو يقول لي كلمة حلوة. لما انا اعمل له اكلة حلوة، مش هكون بدك منتظر ان هو يقول لي كلمة حلوة. لما انا اعامله كويس، مش هكون منتظرة ان هو يعاملني كويس، لان هو اصلا تلقائيا هيعاملني كويس، لان انا حاطة النية لله. مستحيل تكون نيتي ان انا بعامل الشخص ده، ايا كان زوجي، ايا كان اولادي، ايا كان الشخص اللي بتتعاملوا معاه، تكون نيتي لله. مستحيل هيقابلني بعكس كده. لو انت عاملاها لربنا دون انتظار اي مقابل، اتفرجي بقى على اللي هيعمله معاكي جوزك. يعني واحدة بتعامل جوزها بمنطلق كله لله، مش هتستنى منه حاجة. ركزوا معايا في الآية دي لأن هي عميقة جدا جدا جدا. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. معنى الآية دي القوة الحقيقية إنك ترد بحب، مش بهجوم. مش لما تلاقي حد أساء ليك تهجم وتجيب بقى القديم والجديد وكل حاجة، لأ. ليه بقى؟ بترد بحب لأنك واثق إن اللي عندك من الله مش من الناس. ادفع بالتي هي أحسن مش أمر صعب، هو دعوة للارتقاء، مش صعب خالص. بالعكس، انت بتعاملي الشخص لله هتلاقي نفس المعاملة. بس خليكي ذكية. انا مش هقول لجوزي النهاردة كلمة حلوة عشان اشوف بقى ربنا هيخلي الكلمة دي تترد لي ولا لا. لا، لو نيتك كده مش هتحصل. نيتك لله بس.
يكون حقيقي فعلا، انت مش منتظرة كلمة حلوة منه، لانك انت اصلا شبعانة حب مع ربنا. يعني هو ربنا اصلا مالي حب قلبك، فانت يعني مش مستنية ان هو يقولك كلمة حلوة، انت مش مستنية ان هو يقدرك، انت اصلا مقدرة نفسك. انت مش مستنية منه يعرف قيمتك، انت اصلا عارفة قيمتك، فانت مش منتظرة منه مقابل. فلما تكون نيتك خالصة لله، تأكدي 1,000,000% قسما بالله لا هتشوفي نعيم ما بعده نعيم. لأن بكل بساطة واحدة بتعامل زوجها بالحسنى، واحدة بتعامل جوزها كل معاملتها خالصة لله، هي عارفة قيمتها وعارفة ثقتها بالله وكل حاجة لله، وحاسة بالأمان والسلام بقربها إلى الله، وحاسة بالحب والعاطفة والحنان برضك من الله، كل ده من الله. فبالتالي هي بتعامل جوزها ومش مستنية منه حاجة، مش مستنية منه أي حاجة، قسما بالله لا هيعملها بالحسنى وهيديها كل حاجة. ولو طلبت عيونه مش هيديها طبعا عيونه بس حقيقي والله، خلوا نيتكم لله، خلي اي عمل بتعملوه يكون لله عشان العمل ينفع. انتوا بقى جربتوا ان انتوا تصبروا وتتحملوا عشان الاولاد وعشان جربوا بقى، جربوا النصيحة ديت. خلي المعاملة لله، خلي دايما دعوتك بينك وبين ربنا كده، يا رب اصلح بيني وبين جوزي باسم الله الودود الرحيم. يا الله، كنز باسم الله الودود الرحيم، ربنا يخلي بينكم الألفة والمودة والمحبة. يبقى المحرك الأساسي أو النية هي اللي هتخلي حالتك النفسية سعيدة أو غير سعيدة أو تعيسة. شوف انت عايزة ايه بقى، أو شوف انت عايز ايه. الكلام موجه للزوج والزوجة أو الكلام موجه للجميع، مش شرط على فكرة زوج وزوجة بس. أنا حابة تخصص العلاقات الزوجية، فعشان كده أنا اتكلمت على زوج وزوجة، بس أنا قصدي الكلام للجميع أيا كان. بتعامل مع أختي، بتعامل مع زميلتي، بتعامل مع صديقتي، بتعامل مع ابني، أيا كان المعاملة. وانت بتتعامل مع زوجتك، بتتعامل مع زميلك، بتتعامل مع أيا كان المعاملة مع الأشخاص أو أشياء أو شيء انت متعلق بيه ما تتعلقش بيه. حط النية، عشان النية هي دي اللي هتخليك سعيد أو غير سعيد. فلو انت غير سعيد أو انت غير سعيدة، شوفي بقى، ارجع بقى كده لنيتك بقى، شوفي نيتك كانت ايه في الأول وحاولي تغيري النية. انت مجرد ما تنوي نية تاني جديدة، خلاص كل الشيء القديم هينتهي. مع الصبر بقى، صبرا ان انت كده بتتعاملي مع ربنا، انت كده ايه معاملتك مع ربنا مرة على مرة. يعني مش من اول مرة هتلاقي مثلا لو انت زوجك مثلا مش كويس معاكي او مثلا زميلتك او ايا كان، مش من اول مرة هتلاقيه اتغير. هو ممكن من اول مرة يلاقيك انت كده متغيرة، ممكن يقول عليك يا اتجننت دي ولا ايه. بس قولوا له انا سمعت معاها. المهم، ف مرة على مرة ما تكونيش منتظرة برضو ان انت بتعامليه كويس اهو ومنتظرة بقى ان هو يعاملك كويس، وتقعدي بقى ايه هو ايه بقى، ما انا عملته كويس لله. فين بقى المعاملة؟ فين بقى الكلمة الحلوة؟ ما هو انت كده منتظرة برضو. لا، انا مش عايزاكي تكوني منتظرة نهائي، لان كنت يكون عندك يقين، لان واثقة 1,000,000% لو انت نيتك خالصة لله هتلاقي المعاملة بالحسنى معاكي. فأول حاجة هتبقى مركزتنا في المعاملة، أيا كانت المعاملة هتكون النية خالصة لله، لأن النية هي اللي هتحدد الحالة النفسية اللي معاكي. طبعا الإجابة اللي أنا قلتها دلوقتي على السؤال، في إجابات تانية غيرها كتير وكتير وكتير، وفي معلومات كتيرة جدا جدا للغاية، ولكن طبقوا المعلومة دي عشان تستحقوا المعلومة اللي بعدها إن شاء الرحمن.